صعيدي. أحييكم معلقكم الرياضي محمد سعد والتعليق عن هذا اللقاء، لقاء الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز به. فريق نادي المريخ البورسعيدي اللي بيسيطر، والكرة في الجانب الأيسر عرضية، لكن على طول ما زالت الدفاعات الشرقاوية. محمد الشكوري على التنفيذ، الشكوري بالقدم اليسرى، لكن على طول ترتطم بالحائط البشري، والكرة في حوزة نادي المريخ البورسعيدي، والسيطرة الأمامية الطولية، لكن على طول الأمامية عند محمد شحتة. طالع له على طول في الجانب الأيمن إبراهيم يحيى يعمل العرضية لمحمد شحتة، لكن على طول يطلع أسامة السيد، أسامة سمسم قائد فريق نادي فقوس في هذا اللقاء. اتلعبت الكرة سريعة في الجانب الأيسر، أحمد عبد الرازق، وقد تكون الفرصة الأخيرة. أحمد عبد الرازق أمامية طولية لمصطفى جعفر، لكن على طول بعيدة كل البعد، يلعب الكرة الأمامية الطولية، لكن هنا على طول صافرة الكابتن محمد يوسف تعطي نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين نادي المريخ ونادي فقوس. من جديد مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي معلقكم الرياضي محمد سعد، وأحداث الشوط الثاني في لقاء نادي المريخ البورسعيدي ونادي فقوس في إطار الجولة الثانية من عمر مصام من 1 ل 30 فقط. الكرة الأمامية مصطفى جعفر بالرأسية، أحمد عبد الرازق والجون هنا راشق. أحمد عبد الرازق على طول يعلنها بورسعيدية مع مطلع الدقيقة الثانية. أحمد عبد الرازق على طول في المرمى راشق. الهدف الأول للبورسعيدية عن طريق اللاعب أحمد عبد الرازق على طول كده. لسه إبراهيم خليل اللي بدأ يميل ناحية الشمال، إبراهيم خليل والقميص رقم 14 يعمل عرضية، لكن على طول هنا الحارس محمد جمال. بتفكرنا والله بالعرضية اللي عملها في مباراة السويس، واللي أسفرت عن هدف نادي المريخ البورسعيدي الأول. طبعا بقى أصبح متأخر بهدف. هشام البطوط يلعب الأمامية، مصطفى جعفر، ويا سلام على الجملة. أحمد عبد الرازق، مش ممكن، أحمد عبد الرازق بالأيسر، مصطفى جعفر والحلول الفردية. مصطفى جعفر يعدي ويفوت بمهارة، يسند كورته لإبراهيم خليل، يمررها أحمد العجوز، تصويبة من العجوز، ولاعب محمد الشكوري. أحمد عبد الرازق أمامية لإبراهيم خليل والعرضية، لكن على طول تطلع الدفاعات. محمد الشكوري أمامية طولية لمصطفى جعفر وفرصة ممكن هدف. مصطفى جعفر والهدف الثاني. جعفر يأتي بالهدف الثاني ليصبح هداف نادي المريخ البورسعيدي برصيد هدفين، ويأتي في الدقيقة 21 بالهدف الثاني ليعزز نتيجة نادي المريخ. في الجانب الأيسر عند اللاعب إبراهيم خليل داخل لجوه، يلعب الكرة على الطرف لأحمد عبد الرازق ومحاولة بورسعيدية. إبراهيم خليل يعمل العرضية، لكن بعيدة. تبديل تاني لنادي المريخ البورسعيدي، هينزل سامح جمال في أولى مشاركاته مع نادي المريخ البورسعيدي بعد عودته من الإصابة. سامح جمال لاعب منتصف ميدان نادي المريخ البورسعيدي، وخارج إبراهيم خليل، وبيلقى تحية الحضور هنا في ملعب اللقاء من سامح جمال. أمامية مصطفى جعفر، يا سلام يا درش، والله زمان يا مصطفى، هداف وقناص ونجم كبير. مصطفى جعفر يصول ويجول ويغازل الشباك مرة أخرى ليحرز الهدف الثالث لنادي المريخ البورسعيدي. مصطفى جعفر ليكون هو هداف المجموعة الرابعة برصيد 3 أهداف، على رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف. مصطفى جعفر في 6 لقاءات بمعدل 1.5 هدف لكل لقاء. أحمد عبد الرازق صاحب الهدف الأول، هو التبديل الثالث لنادي المريخ، خارج اهون وبيتلقى تحية الحضور. وهيدخل أحمد وفائي صاحب القميص رقم 22، لاعب مهاري والله. أحمد وفائي منتقل من نادي سامح جمال. محمد الشكوري يطلع أحمد العجوز في الجانب الأيسر، يعمل العرضية، وجعفر ولا هاتريك ولا هدف الرابع. الهاتريك مصطفى جعفر الشهير ببيجو يعود للتألق من جديد برأسية على طول، والعرضية من أحمد العجوز
تسفر عن الهدف الرابع. رباعية بورسعيدية والسوبر هاتريك. الهاتريك هنا مصطفى جعفر والدقيقة 41 و4 دقائق تفصلنا، ورباعية لنادي المريخ البورسعيدي. المريخ البورسعيدي بيقدر بيها يدق ناقوس الخطر لفرق المجموعة الرابعة. ان المريخ قادم من مبكرا. الكرة الأمامية مصطفى جعفر ممكن سوبر هاتريك، سوبر هاتريك، سوبر هاتريك، سوبر هاتريك، سوبر هاتريك، سوبر هاتريك. بيجو يا بيجو يا بيجو، بيجو يحلق في سماء النجومية. نجم كبير مفيش كلام. انفرادات انفرادات وتنتزع الآهات وفرص وأوكازيون عملوا نادي المريخ البورسعيدي النهاردة اليوم. والسوبر هاتريك لمصطفى جعفر. خماسية نظيفة، خماسية لنادي المريخ البورسعيدي. مش ممكن. سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. بعد ما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، النهاردة مصطفى جعفر بيجيب السوبر هاتريك، ونادي المريخ بيستطيع يوري. وانطلاقة من الشاكوري، انطلاقة فردية من الشاكوري تعود لمصطفى جعفر. مصطفى جعفر وفرصة للهدف السادس، لكن على طول تقلش. والله كان هيعملها مصطفى جعفر وكان هيحرز الهدف الخامس ليه والسادس لنادي المريخ. يعني مباراة كبيرة جدا بيقدمها نجوم نادي المريخ البورسعيدي. وهنا صافرة النهاية والختام ليعلن الكابتن محمد يوسف عن إسدال ستار